انسي اي طريقة عملتيها قبل كده للجلاش وجربي الطريقة دي من غير توريق ولا دهن ورقة ورقة، وهنصب عليه الحليب بطريقة جميلة جدا. ولو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. اول حاجة هنا كده معايا الصاج ودهنت كده فيه، حطيت فيه سمنة وهدهنها كويس جدا، هوزعها كده في الصاج كله، وممكن تستعملي صينية مش مشكلة. هنا معايا نص كيلو من الجلاش، انا بس هنا كنت بفرده كده مطلعته من الكيس اهو. بصوا، هاخده بقى كده وهحطه في الصاج على طول، ما احنا زي ما اتفقنا ولا هنورق ولا هندهن ورقة ورقة ولا اي حاجة. وهساوي بقى كده الحروف عشان يبقى شكله حلو معايا ويبقى متساوي. هنا بقى بعد ما خلاص سويت كده الورق، هبتدي بقى ان انا ايه هقطعه. قطعي بقى بالطول، قطعيه